كيفاش فرنسا ولات كتلعب واحد الدور اللي هو محوري في القضية ديال الصحراء المغربية. فرنسا من بعد ما خدات خطوات تاريخية واعترفت بمغربية الصحراء في 2024، بدات كتحاول تلعب دور الوسيط أو المحرك باش تقنع دول أخرى ومن بينها موريتانيا باش تمشي في نفس الاتجاه. ماكرون كيحاول يقنع موريتانيا اللي كتمشي بمبدأ الحياد الإيجابي عبر مجموعة من المداخيل الذكية. أول مدخل اللي هو المدخل الاقتصادي والاستثماري. فرنسا كتعرف باللي موريتانيا محتاجة استثمارات قوية، داكشي علاش ماكرون كيربط بين الاعتراف وبين مشاريع ضخمة. مشروع الربط الأطلسي، المغرب داير واحد المبادرة اللي هي المبادرة الأطلسية وموريتانيا جزء أساسي فيها. فرنسا كتحاول تبين لموريتانيا أن هذا المحور داخل نواكشوط هو اللي غيكون الرئة ديال إفريقيا الاقتصادي. الطاقة والغاز، كاين مشاريع أو تشجيع لشركات الفرنسية باش تستثمر في موريتانيا، والرسالة الضمنية هي أن الاستقرار في المنطقة كيمر عبر حل نهائي لملف الصحراء تحت السيادة المغربية. تاني حاجة المقارنة الأمنية، الساحل والصحراء. مع خروج فرنسا من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، بقات ليها موريتانيا كحليف أساسي وأخير في منطقة الساحل. ماكرون كيحاول يقنع الرئيس الموريتاني الغزواني باللي استقرار موريتانيا مرتبط باستقرار حدودها الشمالية. فرنسا كتدفع بفكرة أن بقاء المنطقة رمادية كيدخل أو لا كيخدم غير الجماعات الإرهابية والمهربين، وأن الحل المغربي هو اللي غيضمن مراقبة فعالة للحدود. ثالثا، تدويب الجليد والوساطة الهادئة. موريتانيا كتخاف من رد فعل الجزائر، داكشي علاش ماكرون ما كيضغطش بشكل مباشر علني، ولكن كيستغل زيارات الدولة بحال زيارة الغزواني لباريس في أبريل 2026 باش يطرح الملف كجزء من رؤية إقليمية جديدة. كيحاول يبين لموريتانيا باللي بزاف ديال القوى العظمى امريكان، سبليون، فرنسا كلهم اعترفوا، يعني موريتانيا ما كتكونش بوحدها الا خدات هذا القرار. رابعا، ضمانات سياسية. فرنسا كتعطي ضمانات لموريتانيا باللي غتدعمها في المحافل الدولية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، يعني كشريك استراتيجي مقابل تقارب أكبر أو أكثر مع الموقف المغربي. باختصار، ماكرون كيستعمل الجزرة، الاستثمارات والأمن أكثر من العصا، وكيحاول يخرج موريتانيا من المنطقة الرمادية بالتدريج، خصوصا وأن نواكشوط ولات كتحس باللي المصالح ديالها مع الرباط وباريس كبر بزاف من أي وقت فات. ولكن الفكرة هنا، واش دابا نوبة موريتانيا؟ هي السؤال اللي كيشغل بال بزاف ديال المحللين السياسيين حاليا، والجواب فيه نعم، ولكن كاين بزاف ديال المؤشرات اللي كتقول باللي كاين ضغط ودفع كبير باش موريتانيا تحسن الموقف ديالها. علاش كاين التركيز على موريتانيا دابا؟ عزل البوليزاريو بعد اعتراف الأمريكان، سبريون، فرنسا، أبقات موريتانيا هي الحلقة الأخيرة في الجغرافيا المحيطة بالصحراء من غير الجزائر اللي اعترفت. موريتانيا ملف كيتسد جغرافيا ومنطقيا. المصالح المشتركة، موريتانيا اليوم ولات مرتبطة بالمغرب اقتصاديا بشكل عضوي، طريق القرقرات، الغاز، المبادلات التجارية. أي عرقلة في الصحراء كتضرب الاقتصاد الموريتاني مباشرة. الرئيس الموريتاني الاتحاد الافريقي، هاد الدورة كيعطي لموريتانيا وزن دبلوماسي، وفرنسا والمغرب كيحاولوا يستغلوا هاد الزخم باش يدفعوا بالحل المغربي كحل افريقي واقعي. ولكن علاش موريتانيا كتقلل يعني الخطوة ديالها؟ موريتانيا عندها حسابات معقدة كتخليها تعطل هذا القرار. التوازن مع الجزائر، موريتانيا ما بغاش تدخل في صدام مباشر مع الجزائر اللي كتشوف في اعتراف موريتانيا ضربة قاضية لمشروعها في المنطقة. الأمن القومي، موريتانيا عندها حدود طويلة مع الصحراء، وكتخاف باللي أي تغيير مفاجئ في الموقف يقدر يجر عليها مشاكل أمنية واستفزازات من طرف البوليزاريو على حدودها الشمالية.
يعني هنا المؤشرات كتقول بأن موريتانيا غادة في اتجاه الاعتراف الضمني، يعني تعامل واقعي مع مغربية الصحراء في الأرض والمشاريع بلا ما تعلنها بصريح العبارة في المدى القريب لتفادي زلزال دبلوماسي مع الجزائر. فرنسا والمغرب كيديروا خدمة دن النمل، يعني كما كنقولوا، باش يوصلوا لموريتانيا بواحد المرحلة اللي غيولي فيها الاعتراف هو الخيار الوحيد اللي كيحمي مصالحها. ولكن دول الساحل مالي، النيجر، بوركينا فاسو، تشاد ما كتقومش بضغط سياسي كلاسيكي على موريتانيا، ولكنها كتمارس عليها ضغط الواقع والمصالح. ببساطة موريتانيا لقات راسها محاصرة بموقف جديد ديال هاد الدول اللي ولات كتشوف المغرب هو المنفذ الوحيد ليها، ليها باش توصل يعني للمحيط الأطلسي. كيفاش هادشي كيأثر على قرار نواكشوط؟ أول حاجة مبادرة الأطلسي. دول الساحل خاصة مالي والنيجر وبوركينا فاسو أعلنت دعمها الكامل لمبادرة الأطلسي اللي أطلقها الملك محمد السادس. هذه المبادرة كتعطيهم الطريق للبحر عبر الصحراء المغربية. الضغط على موريتانيا، هاد الدول كتقول بلي موريتانيا حنا محتاجين لهاد الطريق باش نعيشو، بما أن موريتانيا هي الجسر البري بين المغرب ودول الساحل، فهي مضطرة أنها تسهل هذه المأمورية. أي تماطل ديال موريتانيا باعتراف بمغربية الصحراء كيتشاف من طرف هذه الدول أو دول الساحل كعرقلة لمصالحهم الاقتصادية الحيوية. ثاني حاجة التحالف الجديد أو القطيعة مع الجزائر. دول الساحل مالي والنيجر وبوركينا فاسو دخلات في صراعات دبلوماسية قوية مع الجزائر مؤخرا، وجمدات بزاف ديال الاتفاقيات معها. هاد الدول ولات كتدفع بموريتانيا باش تختار معسكر التنمية والأمن اللي كيقودوا المغرب وتخرج من المنطقة الحياد اللي كيبان ليهم دابا باللي كتخدم غير أجندات قديمة ما بقاتش كتوكل الخبز للساحل. ثالث حاجة الأمن القومي المشترك. هاد الدول كتعاني من الإرهاب والاضطرابات، بالنسبة لهم سيادة المغرب على الصحراء كتعني وجود دولة قوية ومسؤولة على الحدود، ماشي منطقة خلاء كتحرك فيها المجموعات المسلحة. هاد الدول كتوصل رسالة لموريتانيا بلي الواقع السياسي كتقول أو الوقائع السياسية كتقول بلي راه المغرب هو الشريك اللي كيقدم حلول أمنية واقتصادية حقيقية في المنطقة، ماشي غير الشعارات. رابع حاجة هي موريتانيا كحلقة وصل لا يمكن تجاوزها. موريتانيا كتحس باللي إلا بقات معطلة في اتخاذ موقف واضح تقدر تخسر دورها كبوابة للساحل. المغرب بدا كيبين كيبني بنية تحتية ضخمة بحال ميناء الداخل الأطلسي، ودول الساحل باغا تستافد منه. هاد الزحام ديال المصالح كيشكل ضغط ناعم على صانع القرار في موريتانيا. الخلاصة القول دول الساحل ما غتغ... يعني ما غتخ... يعني ما تخرجش ببيان رسمي تطلب من موريتانيا الاعتراف، ولكن التعامل اليومي ديالهم مع المغرب كسيد على أرضه وكشريك أطلسي كيحط موريتانيا في موقف محرج دبلوماسيا. ما يمكنش تكون بوابة لواحد المشروع وانتي مازال متردة في الاعتراف بالسيادة على هذه الأرض اللي كيدوز منها هذا المشروع. في نظركم واش موريتانيا تقدر تضحي بعلاقتها التاريخية الهادئة مع الجزائر مقابل هذه المصالح الضخمة مع المغرب ودول الساحل؟ خلونا الآراء ديالكم في التعليق.